تخيل معايا كده ان راجل واحد بس لما كان بيمشي في طريق، الشيطان نفسه كان بيمشي في طريق تاني. راجل كان بيكره الاسلام كره يخوف، كان شايف ان وجود الاسلام ده خطر عليه وعلى قبيلته وعلى كل اللي يعرفه. راجل في يوم واحد بس حياته اتغيرت بالكامل. قصة النهاردة مش مجرد حكاية وخلاص، قصة راجل قلبه اتفتح وتحول من الظلام للنور. معاكم عبد الرحمن صاحب قناة حكاوي الدهشان. جهزوا نفسكم لقطر الحكاية، هنتفرجوا على قصص إسلامية مليانة عبر وموعظة، قصص رعب وتشويق تخليك كأنك عايش الأحداث لحظة بلحظة. كل قصة هتاخدك جوه الأحداث من أولها لآخرها كأنك جزء منها. ما تفوتش قطر الحكاية، اشترك دلوقتي وعيش المغامرة علشان قطر الحكاية ما يفوتكش. ويلا نبدأ الحكاية. قصتنا النهاردة عن عمر بن الخطاب. من أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ينشر الدعوة كانت ماشية بهدوء، لكن تأثيرها كان قوي، والناس كتير في مكة بدأت تسمع وتفكر وتدخل الإسلام من غير خوف. شباب ورجالة وستات وحتى العبيد نفسهم كانوا شايفين في الكلام ده نور جديد، والناس في قريش بدأوا يتوتروا وبدأوا يحسوا إن الكلام ده مش دين بس، ده تغيير مجتمع بالكامل. الدين الجديد اللي بينادي بالمساواة وبينقذ العبودية والظلم وبيهدد تجارة الأصنام اللي قريش عايشين عليها. في يوم اجتمعت قريش وقالوا لو محمد فضل ماشي بالطريقة دي مكة كلها هتتبدل واحنا هنفقد قوتنا. وخلاص بدأوا يفكروا ازاي يوقفوا الإسلام ده ويوقفوا محمد بالذات هو وأتباعه اللي بيهدد تجارتهم في وسط العرب ووسط القبائل والقفايل اللي كانت بتجيلهم علشان الأصنام. والخوف بقى غضب في قريش، والغضب ولد قرار خطير، فملقوش إلا حل واحد هو اللي هيوقف محمد وينهي الدين الإسلامي. عمر بن الخطاب اتولد في مكة تحديدا بعد عام الفيل ب 13 سنة، ولما كبر شوية بدأ يشتغل زي أي شاب في مكة في الزراعة ورعاية الأغنام، وبعدها بدأ يتعلم الفروسية والمصارعة وبقى سفير من سفراء قريش اللي كان بيحل لهم مشاكل في أوقات الشدة. عمر بن الخطاب قبل الإسلام كان معروف بشخصيته القوية وبطوله وبشكله اللي الناس كانت بتهابه وبتخاف منه، ودايما صوته عالي وطبعه صعب. وبعد ما ظهر الإسلام بقى أكتر واحد بيقف ضد الدعوة، وكان شايف إن الإسلام ده تهديد مباشر لقريش. مع ان شخصيته كانت قوية لكن قلبه كان صادق من جواه، وده اللي هيظهر لكم بعدين. بعد ما قريش حست ان الاسلام ده خطر عليهم وعلى تجارتهم بدأوا يتجمعوا في دار اسمه دار الندوة، وقالوا مفيش حد هيقدر يوقف محمد الا شخص واحد بس، والشخص ده لازم يكون شديد وشخصيته قوية وما بيعرفش الخوف. فهم قاعدين في وسط الاجتماع واحد قام وقف وقال هو في اشد من عمر؟ فخلاص في اللحظه دي اتفقوا كلهم ان عمر هو اللي هينهي الموضوع ده ويخلص على الاسلام. فعمر لما سمع الكلام ده ما فكرش ولو لحظه واحده ومسك سيفه وقال انا اللي هخلص على محمد. فعمر خد سيفه وهو خارج من بيته بخطوات سريعه وجوه منه غضب ونار. فاثناء ما هو بيجري وهو غضبان قبل واحد من قريش وقف وقال له خرجت متوشحا سيفك إلا لأمر عظيم. أريد هذا الرجل محمدا الذي فرق أمر قريش. كيف قلت؟ رجل لرجل. والله لقد غرتك نفسك يا عمر. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ بل أمضي بعد إذن إلى بني هاشم بنفسي ليقتلوني به وينقضي هذا الأمر. أهون الشرور بل أعظمها. أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ أي أهل بيتي؟ أختك فاطمة بنت الخطاب، وزوجها ختانك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دين. الراجل في اللحظة دي لها عن ان هو يروح يقتل الرسول وخلاه يروح لبيت اخته، بس عمر في اللحظة دي انفجر من الغضب وجري على بيت اخته. واول ما وصل للبيت وقف عند الباب وسمعهم بيقرأوا قرآن، صوت هادي ومؤثر، واللي كان بيعلمهم جوه كان اسمه خباب ابن الأرط وبيعلمهم سورة طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الصوت استفزه أكتر وأكتر وخلى غضبه يزيد، وزق الباب، وأول ما دخل لقى سعيد بن زيد قدامه وزقه على الأرض. ففي اللحظة دي أخته فاطمة حاولت توقفه لكن معرفتش، ولما لمح الورقة اللي عليها القرآن عمر قال لهم انتوا اتجننتم. فردت فاطمة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
قد أسلمنا على رغم أنفك. عمر رفع ايده وضربها على وجهها، ومن شدة الضربة الصوت رن في البيت كله. اخته وقعت على الارض، ومن شدة الضربة فكها اتعوج، وشوية والدم بدأ ينزل من شفتها. عمر لما شاف اخته في اللحظة دي اتجمد وهو واقف مكانه، لأن أول مرة يشوف القسوة دي في نفسه. ساعتها قال بصوت فيه تردد: هاتوا الصحيفة دي. فردت فاطمة وقالت له: إنك رجس، فقم واغتسل. اتوضى عمر وأخذ الورقة ومسكها، وأول ما مسكها بدأ يقرأ سورة طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الكلمات كسرت حاجة جواه، وعينه بدأت تدمع، وصوته اتغير وقال لهم: دلوني على محمد. وأول ما راح عند الدار اللي الرسول بيجتمع فيه هو والصحابة، والدار ده كان اسمه دار الأرقم، وأول ما وصل الصحابة عرفوا إن هو بره وبدأوا يخافوا. فوقف حمزة وقال: لو جاي بخير أهلا، ولو بشر أوقفنا. ففي اللحظة دي الصحابة فتحوا له الباب، وسيدنا محمد خرج له ومسكه من قميصه وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فالكلمة في اللحظة دي اخترقت قلبه، وقال وهو بيبكي: جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. الصحابة كلها فرحت، والدار كلها بدأت تكبر، وفي يوم واحد اتغير تاريخ الأمة بالكامل. فأول ما أسلم قال للرسول: أهذا الدين على الحق؟ فرد الرسول وقال له: نعم على حق. فقال له عمر: ليه نستخبى؟ هنعلن إسلامنا. فخرج ونزل عند الكعبة، وفي اللحظة دي الرسول كان خايف عليه من قريش، وأول ما نزل عند الكعبة أعلن إسلامه قدام قريش كلها. قريش بدأت تتلم عليه وضربوه وضربهم، وما ترجعش، ومن يومها اتسمت هجرته بهجرة عمر. وقف عمر قدام قريش كلها وقال: اللي عايز مراته تبقى أرملة يتفضل يواجهني وراء الجبل. وساعتها في اللحظة دي لما قال الجملة دي، ولا واحد في قريش قدر يقرب منه، ومن يومها بقى أسد من أسود الإسلام. ومن ساعتها واتلقب بالفاروق، لأنه كان بيعرف يفرق بين الحق والباطل. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة أبو بكر الصديق، لو عايزين نحكي لكم قصته اكتبوا لي في الكومنتات وأنا أحكيها الفيديو الجاي. عمر استلم الخلافة وبدأ فترة عدل ملهاش زي. كان بينزل بالليل يزور المحتاجين، وكان بيشوف اللي محتاجينه من فلوس أو طعام. وكانت دايما جملته الشهيرة: لو إن بغلة تعثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. وعمر بقى رمز للعدل وملفه في التاريخ لحد النهارده شاهد. كده نكون وصلنا نهاية الحكاية. لو عجبتكم متنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. متنسوش توصلوا فيه أكبر عدد من اللايكات، وإلى لقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.